السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هاعمل لكم الكشري أبو دقة المصري الأصيل، إن شاء الله ويكون سهل وبسيط معانا، وإن شاء الله المكونات هتكون معانا. هنا إن شاء الله هنا إن شاء الله أنا مجهزة المَيّة هتغلي. أنا هنا كنت ناقعة الحمص من قبلها بليلة زي ما حضراتكم شايفين كده وغاسلاه كويس، وهنا إن شاء الله هننزّله في مَيّة سخنة عشان يستوي. وهنا بإذن الله أنا غاسلة العدسة وجبته ومجهزاه برضه، إن شاء الله هنسلقه مع بعض برضه. أنا هاشتغل في كذا حاجة يا جماعة مع بعض عشان إن شاء الله ما ياخدش وقت معانا. فكده إحنا نزلنا بالحمص زي ما حضراتكم شايفين. هنغطيه ونسيبه يستوي. وهنا إن شاء الله هنغطي العدس ونسيبه يستوي. زي ما حضراتكم شايفين أنا كنت غاسلاه كويس. وهنا أنا كنت مجهزة برضه المَيّة بتاعة المكرونة، زي ما حضراتكم شايفين كده. هنا هانزل بالملح، وهانزل بالمكرونة. وهنقلب كويس ونسيبها إن شاء الله تغلي. إحنا هنا يا جماعة بنشوف الحمص مع بعض زي ما حضراتكم شايفين كده، بنشوفه بنطمن على السوا بتاعه. وأنا هنا نزلت بربع معلقة ملح علشان يبقى الحدق بتاعه مضبوط ويساعد معايا في السوا. وهنا خلاص المكرونة استوت يا جماعة زي ما حضراتكم شايفين كده. هنصفيها، أيوه، زي ما حضراتكم شايفين كده صفيناها من المَيّة كويس. بصوا بسم الله ما شاء الله. وهنا ده العدس بعد ما استوى. أنا باوريكم كل حاجة بعد ما خلصت. هنغطي الحاجات ونسيبها. وهنا إن شاء الله هنعمل مع بعض البصل المقرمش. زي ما أنا قطعته حلقات، وزي ما حضراتكم شايفين كده أنا بافك يعني باعمله من بعض بافككه من بعضه، كل حلقة لوحدها عشان يبقى مقرمش معايا كويس. وهنا معايا حوالي 4 معالق دقيق كبار، وهانزل عليهم بمعلقتين نشا. وده السر يا جماعة في القرمشة بتاعة البصل، ده اللي بيخلّي البصل يبقى مقرمش وما يشربش زيت معاكِ. هنا أنا هانزل بالكمية كلّها على البصل. وهندعكه كويس جدًا بالدقيق والنشا، يتشرّب كويس جدًا منّه. وهنا زي ما حضراتكم شايفين بُصّوا، يعني بقى كلّه بسم الله ما شاء الله، يعني ما فيش حاجة ماسكة في التانية. وهنا يعتبر جاهز معايا للقلية. أنا هانزل هنا في المصفى بالكمية اللي هانزل فيها بها في الزيت، هانفّضها كويس من الدقيق يا جماعة. أنا باهِز الدقيق اللي فيها كلّه بانزّله، زي ما حضراتكم شايفين كده، ما عادش فيه أي دقيق ولا أي نشا. وهنا الزيت سُخن معايا، ونزلت بالبصل زي ما حضراتكم شايفين كده. بُصّوا بعد ما خلّصناه، بُصّوا بسم الله ما شاء الله، شايفين الألوان بتاعته؟ وبسم الله ما شاء الله بيخروش، وأنا باطلّعه والله يا جماعة يعني بيعمل صوت. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. وده أفضل حاجة إنِّك تعمليه بالدقيق والنشا زي ما أنا عملته كده، إن شاء الله هيدّيكِ نفس النتيجة. بُصّوا، شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله.
وهنكمل ان شاء الله بقية الكمية مع بعض. وهنا انا خلصت قلية البصل، وهستخدم الزيت اللي انا حمرت فيه البصل يا جماعة، بيبقى ريحته جميلة جدا، بتدي الصلصة بتاعت الكشري طعم جميل. فانا باخدت كمية منها، وهنزل ببصلة كبيرة متقطعة ناعم. الريحة بتاعت الزيت بتاع البصل ده بتبقى جميلة جدا، وبتدي الحاجة طعم، وبتبقى لها ريحة جميلة جدا. وهنا هنزل بنص معلقة توم مهروسة. انا الصلصة يا جماعة بتاعت الكشري انا بحب اعملها ببصل وتوم. في ناس بتعملها بتوم لوحده، وفي ناس بتعملها ببصل لوحدها. انا بحب اعملها بالاتنين. وهنا انا بنزل بالصلصة. انا الصلصة دي يا جماعة انا كنت انا اللي مصلصاها ومفرزاها. يعني انا اللي كنت مفرزاها في الفريزر، بسم الله ما شاء الله، زي ما حضراتكم شايفين جميلة جدا. وان شاء الله هعمل لكم فيديو عن معايا عن الصلصة. بإذن الله هعمله لكم ان شاء الله قريب. وهنا انا بنزل بنص معلقة كمون خام، وهنزل بنص معلقة فلفل اسود، ومعلقة ملح مبهر يا جماعة. وهنا هنزل بمعلقة سكر. معلقة السكر ديت مفيدة جدا. وانا هنا هعمل ان شاء الله الدقة. يعني انا بقى شغالة في الحاجات يعني الحاجات مع بعضها عشان ما اخدش وقت. انا هنا حمرت فصين توم، ونزلت عليهم بنص معلقة كمون. وهنا هنزل بالخل واحدة واحدة، زي ما حضراتكم شايفين هنزل بيه حبة حبة. دي الدقة يا جماعة بتاعت الكشري. انا بضيف الخل بالتدريج. وهعصر عليها ليمونة. ريحتها روعة يا جماعة، ريحتها جميلة جدا. الخل والليمون مع التوم ريحتهم روعة بصراحة. وهنا هنزل بنص معلقة كمون، ملح مبهر. وهنزل بكمية المية اللي انا اللي انا عايزاها، زي ما حضراتكم تحبهم، زي ما حضراتكم شايفين كده. وبنزل بيها بالتدريج برضو. وانا بشوف الحدق كده مظبوط يا جماعة، وطلع مظبوط معايا تمام. وهضيف عليها حبة شطة صغيرين بيدوها برضو طعم جميل. وان شاء الله نسيبها تغلي مع بعض، واول ما تغلي ان شاء الله هنرفعها من على النار. وهنا خلاص الصلصة اتسبكت معايا تمام، زي ما حضراتكم شايفين كده جاهزة معايا. انا شلتها من على النار بس حبيت اوريها لكم. وهنا خلاص الدقة خلاص غليت معانا، ان شاء الله هنزلها هشيلها من على النار كده خلاص تمام. وهنا ان شاء الله هنبدأ نعمل الرز. انا نزلت بالزيت، ونزلت بمعلقة زبدة بلدي يا جماعة، بتخلي الرز تحفة. وهنا ان شاء الله هنزل بالشعرية. بصوا الزبدة البلدي بسم الله ما شاء الله. بصوا الرغوة اللي في الرز دي بتبقى من الزبدة يا جماعة. انا هنا نزلت بفصين مستكة. المستكة بتدي الرز طعم وريحة جميلة جدا. وزي ما حضراتكم شايفين كده خلاص الشعرية جاهزة معايا، انزل عليها بالرز. وهنا هنزل عليه بنص معلقة ملح يا جماعة. وان شاء الله الحدق بيبقى مظبوط بالعيار اللي انا بحطه ده. وهنقلب الرز كويس يا جماعة. انا بقلب فيه حبة كويسين، يعني بتن اقلب فيه كده شوية لحد ما بحس ان الرز بيخروش معايا او بيعمل صوت في الحلة.
يعني بيبقى الحبّاية بحبّايتها زي ما حضراتكم شايفين كده، يعني كده خلاص الرز جاهز معايا إن أنا أنزل عليه بالمَيّة، والمَيّة هتكون سخنة، هتكون مغلية أنا غالياها يعني مجهّزاها. هنا المَيّة كانت بتغلي زي ما حضراتكم شايفين كده، بُصّوا بسم الله ما شاء الله. وأول ما الرز يغلي يا جماعة ويبدأ يتشرّب معاه باهدّي عليه النار خالص. وهنا إن شاء الله هنعمل الزيت الحار اللي هو بالشطة بتاع الكشري. هنا برضه أنا نزلت بحبة زيت من اللي كنت محمّرة فيهم البصل يا جماعة، لإن هو بيدّي الحاجات كلّها طعم جميل جدًا. ونزلت بفصّين توم مهروسين. وهنا هانزل بمعلقتين صلصة. وهنا هانزل بالشطة يا جماعة. أنا هازوّد الزيت حبّة كمان لإن الزيت ده مش كفاية برضه، فهانزل بحبّة زيت كمان زي ما حضراتكم شايفين كده، لإن هي بتبقى عبارة عن زيت حار. وهازوّد الشطة كمان حبّة كمان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وهانزل عليها بربع معلقة ملح. وهنا إن شاء الله هنقدّم هنغرف يا جماعة الكشري إن شاء الله وهنقدّمه. أنا كده خلاص خلّصت كل حاجة. بُصّوا الرز مفلفل إزاي، وبُصّوا شكله وجماله بسم الله ما شاء الله اللهم بارك زي ما حضراتكم شايفين كده. والمكرونة يا جماعة أنا نزلت عليها بحبة من الزيت بتاع البصل، بيدّيها طعم بيدّي المكرونة طعم وريحة جميلة جدًا، وبيخلّيها زي ما أنتم شايفين كده. وهنا إن شاء الله إحنا بنغرف مع بعض للتقديم. وهانزل بالعدس. وهانزل بالبصل المقرمش. وهانزل بالحمص. وإن شاء الله هننزل بالصلصة عليها زي ما حضراتكم شايفين كده. بصوا الجمال اللهم بارك بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله شايفين الجمال يا جماعة. وعشان يا جماعة أنا عشان خاطر اشتغلت في حاجة يعني في كذا حاجة مع بعض والله ما خد معايا وقت. ما خدش معايا وقت كتير والله. لأن بدل أنا بسلق كل حاجة مع بعض في نفس الوقت فما بياخدش معايا وقت. بسم الله ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين الجمال بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. والله أجمل من الكشري اللي بتجيبيه من برّه مليون مرّة، كريحة وطعم ونضافة وكل حاجة. بُصّوا ده الشكل النهائي يا جماعة. يعني بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. حاجات جميلة وحاجات أنتِ اللي عاملاها بإيديكِ ولا تشتريه من برّه، وتعملي لولادِك اللي أنتِ يعني اللي هم عايزينه في البيت. هنا الزيت الحار زي ما حضراتكم شايفين. وهنا ده العدس. ودي الدقة. ودي الصلصة إن شاء الله. وده البصل يا جماعة المقرمش. وهنا الحمص. وعملت كل حاجة يعني ما خدش معايا أي وقت والله يا جماعة وبألف هنا وشفا يا رب. وإن شاء الله يا رب يا رب يكون الفيديو عجبكم. وإن شاء الله لو الفيديو عجبكم يا جماعة ما تنسوش الاشتراك في القناة وما تنسوش اللايك وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وإن شاء الله وما تنسوش تشيروا الفيديو علشان أكبر قدر من الناس تستفاد منه. وإن شاء الله بإذن الله هاعمل لكم فيديوهات جاية كتير بإذن الله. ودمتم في أمان الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.